أبناء غزة بانتفاضتهم أكدوا أنهم لم يعودوا يحتملوا ظلم وطغيان حماس. أولادنا 12 سنة أكلوا من إعمارهم وضيعوا من حياتهم، ليش؟ ابن المسؤول اللي حنساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جب وإله عمار، وابن أولادنا لا يملكوا من الحياة شيء. وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكمنا إياه سنوار وهنية؟ أما إعلام الإخوان وقطر فقد ظل لسنوات يحرض الشعوب على التظاهر لإسقاط الأنظمة، لكن عندما خرج الشعب في غزة قائلا بدنا نعيش قمعوه بوحشية، ولم ينقل الإعلام الإخواني والقطري أيا من تلك المشاهد. السلام عليكم ليديز اند جنتلمان، حياكم المحيي وبياكم المبيي. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة هلاويس. هاد السلسلة اللي فيها غادي نهلوس وغادي نطلق هاد السلاح، غنهضر على كل شيء تقريبا اللي جات لدماغي. غندير عليها حلقة، نقدر ندوي على نظرية توسع الكون اولا نظرية المولتيفيرس، ونقدر ندوي على تيمومة ديال الحاج المعطي في عين عودة. هاد الحلقة غنهضر على قطر وعلى ديك القناة ديالهم اللي كيستغلوها باش يغسلوا الأدمغة ونشروا بروباغندا ديال فصائل وأحزاب بعينها. غادي ناخدو حماس كمثال. قطر تبارك الله دويلة صغيرة بدها قد الخميسات ومنوضة قربالة في العالم، خصوصا في الشرق الأوسط. نبداو واطلق سخون. سبعة أكتوبر 2023. كل شي عاقل على هذا النهار. هذا النهار غادي يبقى متورخ ويبقى منقوش بالحنة في يد التاريخ الإنساني. فاش فرح هاد خونا؟ الله أكبر، أقسم بالله شعور عزة وفخر وتمكين. الله أكبر الله أكبر. وحدة من المستوطنات اللي حدا غزة كان شلو جالس في لاطيراس يشرب القهوة ديالو، كيفكر في حياته اللي طارت وكيفاش وصل 80 عام في رمشتين، وكيفكر في ولادو وحفادو واش خلى ليهم باش يعيشوا مزيان ولا لا. فاقش لهم من الحلم ديالو فاش سمع الغوات والهيلاله والتكبير. اول فكره جات لدماغو بلي الجيران هما اللي طالقين التلفاز على الجهاد، قبل ما يتاكد ان ديك الاصوات جايه من بعيد وكتقرب. واحد شويه وهو يسمع صوت القرطاس، وبانوا ليه شي واحد يملت من كيجريو وكيكبروا وكيطلقوا بالقرطاس في كاع الاتجاهات. قبل ما يعرف شلون شكون هادو جاتو قرطاسها في الراس، طفاتو وحبسات الكونتور ديال عمرو في 80 عام. الغد ليه العالم كامل عرف بلي كتائب القسام اللي هي الجيش ديال حركة حماس دخلات المستوطنات الإسرائيلية اللي حدا غزة ونوضات روينة، قتلوا وعذبوا وأخذوا غنائم بالنسبة لهم وأسرى بالنسبة للعالم، عيالات براش ناس كبار وعساكرية، وميم طون تصيفطوا مئات ديال الصواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. هاد الهجمة اللي دارت حماس قتلوا فيها 859 مدني، بينهم جوج ديال لي بيبي وشي 12 برهوش قل من 10 سنين و274 عسكري حسب الصحيفة ديال تايمز اوف اسرائيل. حماس سمات داك الهجوم طوفان الأقصى. سموه هكا حيت ماشي هاد الهجوم كان بحال الطوفان، لا، حيت هما عارفين بلي غيجي موراه الطوفان ديال بصح اللي غيفرتك غزة ويردها خراب. فاش بكى هاد خونا؟ حماس كانوا كيعرفوا بلا غيجبدوا الحل بلا غادي يخلصوا الطوبل عشرات المرات، حيت شافوا من قبل شنو دارت اسرائيل على ود عسكري واحد خطفوه في 2006. دابا ملي خطفوا المئات وقتلوا الالاف شنو غيوقع لهم؟ ما يوقع لهم والو، حيت غيتخباو في الانفاق ديالهم كالعاده، والشعب المطحون مغسول الدماغ هو اللي غياكل الدق. ولكن شنو هو السبب ديال ديك العمليه وشنو هي الغايه منها؟ وشكون عاون حماس؟ واش فعلا داروا داكشي دفاعا على الفلسطينيين وعلى الأراضي ديالهم ولا شنو واقع؟ حركة المقاومة الإسلامية اللي كتسمى اختصارا بحماس أسست عام 1987. المؤسس ديالها والجود فادر ديالها هو الشيخ أحمد ياسين اللي تقتل في مارس 2004. فاش كان خارج يصلي الفجر هو وجوج كارد كورات ديالو، واحد الاباتشي طلقات عليهم جوج صواريخ رداتهم كفته.
حماس وصلت للحكم في غزة في 2007 بعد حرب كانت مع حركة فتح. دارت انتخابات اللي اكتسحوها، ومن نهار حطوا دراهمهم على الكرسي، والشعب في غزة ما شاف نهار زين. حصار غزة، حرب في 2008، حرب في 2012، حرب 2014، حرب 2021، حرب 2023. وفاش ناضوا المواطنين في 2019 داروا مظاهرات احتجاجا على الظلم والفساد والتهميش والبطالة وكثرة الحروب اللي عياو منها، ومشاو ليهم صحابهم وحبابهم سبابها. وفي الوقت اللي القادة القواويد ديال حماس كيتمتعوا في افخم الفنادق القطرية وكياكلوا الكروفيت والكافيار، الشعب في غزة كيتفرشخ بالحديد والنار. وفي الوقت اللي كتوصل غزة مساعدات بملايير الدولارات من الأمم المتحدة، ناخذ غير من 2014 حتى 2020 وصلتهم أزيد من 4 مليار دولار من الأمم المتحدة كمساعدات، زائد التبرعات اللي كتوصل لحركة حماس من قطر وإيران والمشاريع ديالهم في بزاف ديال الدول، بحال المناجم اللي عندهم في السودان وجوج ناطحات سحاب في الإمارات ومشاريع أخرى في الجزائر وتركيا. رغم هذا الخير كامل نسبة الفقر غادا وكتطلع، والقطاعات الحيوية في القطاع واكلة الدق. داكشي كامل خداوه طبوه في السلاح والانفاق، والسلعة تكفيهم لشهور الا تخباو داخل دوك الانفاق. بحال دابا واخا كاين القصف عليهم والقنابل من الفوق ومن التحت، هما مخبيين في الانفاق ديالهم ضاحكا ناشطا شاربا واكلا. انت يا المواطن دبرك موت بالجوع، موت بلا قنابل ماشي سخوب. هاد المواطن مسكين صبر وعاود صبر، تفضوا هاد الكعية وهز السدود ديال الصبر. فخرجوا الناس في 2019 للشارع كيطالبوا بتحسين الوضعية ديالهم. مظاهرات غير مسبوقة في غزة ضد حركة حماس. المظاهرات التي رفعت شعار بدنا نعيش اندلعت احتجاجا على الغلاء والبطالة وارتفاع الضرائب. هذا ظلم، هذا فقر، هذا مؤسسة، هذا ألم، هذا جوا بكفي ظلم بكفي. بدنا نعيش بدنا نعيش زي ما بقية الناس عايشة. احنا بدنا نعيش، هذا مش بن فتح وهذا بن حماس، كلنا بدنا نعيش حياة منيحة. ابن المسؤول اللي حنساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جيب وإله عمارة، وابن أولادنا لا يملكوا من الحياة شيء. وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكمنا يا سنوار وهنية. نظرك شنو دارت حماس اللي كتدافع على الحقوق ديالهم؟ لكن الحركة فاجأت المحتجين السلميين بالقمع المباشر وبلا هوادة. هيا ما اطلقوا النار حمسويين، اطلقوا النار الان، اطلقوا النار علينا. عناصر الحركة طاردوا المتظاهرين حتى داخل البيوت، فرشخوهم مزيان وردوا ظهورهم رطب من كروشهم. هادو دابا اللي كيحميوهم وكيدافعوا على الحقوق ديالهم. هذا المواطن الغزاوي هو اتعس وانحس مخلوق على وجه الارض، كياكل العصا من اسرائيل، كياكل العصا من حماس، كياكل العصا من مراتو، كياكل العصا من زيجته، كياكل العصا من الدنيا، كياكل العصا من الفقر، كياكل العصا من الفقر. طبيعة الحال هادشي ما تشوفوش في الجزائر، ولكن بلاتي هاني جاي لمهم وحده بوحده. ندوزو دابا السبب اللي خلى حماس تهجم على اسرائيل في 7 اكتوبر. حسب الهضره ديال ايران اللي عطوهم السلاح ودربوهم، هاد الهجوم كان رد على مقتل سليماني. لا ماشي هذا ضابط كبير في الحرس الثوري الايراني اللي قتلته امريكان في العراق في 2020. حماس جاتهم هاد الهضره غتبينهم بحال البراش كيكذبوا، وغضرب لهم داكشي كامل في الزيرو. خرجوا نفاو هاد الهضره في وسائل الاعلام وقالوا باللي 7 اكتوبر كان رد على اسرائيل بسبب داكشي اللي كدير وداك القمع اللي كدير في المسجد الاقصى ودوك المستوطنات اللي كتبني فيهم بالحق. ولكن هيهات واش غدوس على سيميثيوس ابن عمو. يقول المتحدث رمضان شريف بكلمات لا لبس فيها إن عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الثار لمقتل قاسم سليمان. انتشرت في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس صور لسليمان بهدف إحياء ذكرى مقتله. هذه البوسترات أثارت استياء كثيرين، ربما من بينهم الشيخ مجدي المجاهد، صور فصعد بنفسه إلى إحدى اللافتات التي تحمل صورة سليمان وبدأ بتمزيقه. الله ينصرك يا شيخ، الله يلعن. لم تمضي ساعات على انتشار هذا الفيديو حتى أعلن شقيق مجدي المغربي عن اعتقال أخيه الشيخ لدى المباحث. باش نكون واضح معك، إذا كنتي كتدافع على حماس من منطلق أنها كتدافع على الشعب الفلسطيني فراك هاي كترقع، خاصك تعاود الفورماطاج لراسك، حيت هما ما مسوقين لا الشعب ولا زمر. هما بغاو يديروا دولة إسلامية يكونوا هما الحكام ديالها بحال داعش، ولكنكم تحبون حماس. هذا ولد أحد المؤسسين ديال حماس كيفضحهم وكيقول شنو هي الخطة ديالهم وشنو هي الغاية ديالهم من داكشي كامل.
You know, Hamas is not a national movement. Hamas is a religious movement with a goal to establish an Islamic state. They don't care for nationalism. Actually, they are against nationalism. With that said, my understanding that they are using the Palestinian cause only to achieve their goals, so the long-term goal. جو بونس وصلنا لاستنتاج ان حماس غير تنظيم ارهابي كيمثل راسو وكيدافع على الغايات ديالو، ولكن حميد السيكوريتي له راي اخر طبعا. مريح في الكاريطه ديالو كيشرب الكيكه ديال اتاي وكيتفرج في الفيديوهات ديال الجزائر طالقينها عليه وكيغسلوا ليه في داك شويه ديال الدماغ اللي عنده. قناه الجزيره اللي هي اخطر فيروس واكبر سرطان اللي خصو جراحه وجلسات ديال الكيماوي. قناه الجزيره ديال قطر اللي عمرها دارت شي خبر على قطر، ناقصاهم الشفافيه وما عندهمش الحياديه. هاد القناه هي اقوى سلاح لدوله قطر، والمخابرات القطريه هي اللي مخدماها وكتحكم فيها. كيستغلوا الشهرة ديالها الواسعة والتأثير ديالها في حميدة ومروان وسعيد ونجاة وأي واحد حال فمو كيريق باش يتحكموا فيهم بحال لي ماريونيت ويديروا جيش ديال الزومبيز كيهضروا بسميتهم. هاد القناة كيمجدوا فيها اللي بغاو وكيشوهوا اللي بغاو. ما تيقتينيش واخا هاك. هاد التسريبات كان لاحهم المعارض القطري خالد الهيل، باج ديالو في تويتر سابقا اكس حاليا، كان نشرهم واقيلا في 2020 ولا قبل. ديك الساعه ما كان لا اي لا بي اي، والصوت واضح وباين كان ديال القذافي والامير ديال قطر، ماشي هذا اللي سبقوا. ها انت حل ودنيك وسمع. اسمائهم هؤلاء نقطع اسمائهم. لو تقول لنا لسه بالناس اللي انتم ما تريدونهم في الجزيره نقول حوار. اي واحد انت لما في واحد يخلي الجماعه يقولوا لي الشخص اللي نسق بينه وبينكم ما نحصل على التليفون. لا نتكلم عبد الله محمد. الاتفاق هو ابدا الاتفاق هو ان اي حد يهاجم ليبيا نقول له ممنوع. بتدير برنامج على ليبيا تتكلم عن ليبيا ماشي، لكن بتهاجم ليبيا. لكن الشخص اللي اسمه عبد الله منصور كلام كامل بن كامل يتصل فيه بالست مرات 7 مرات ما يرجع فيه. انا على طول لا انا ما اسمع لا هنقول هنبدا يعني المفروض يكون على يعرف ان هم هما اللي كيحشيو بدماغك بالبروباغندا ديال حماس، قناه اللي معروفه بالكذوب وتزييف الحقائق والفبراك. يعني نفهم من كده ان تغطيه مظاهرات الجزيره احسن مننا، الا لو كانت الجزيره بتغطي مظاهرات الاخوان بطريقه مبتكره. خلينا اشرح لكم اعزائي المشاهدين. كما تلاحظون المظاهره اللي في قنا هي المظاهره اللي في مطروح، نفس البيت وعمود النور هنا هو نفس الاسلوب المعماري للبيت وعمود النور هناك. بس يمكن تكون غلطه غير مقصوده، جليتش في المكنه مثلا، مش قصدهم يعني. لكن نرجع هوب على الشاشه تاني مع بعض ونشوف نفس المحافظات، هنلاقي ان نفس العيله ابو التيشيرت الزرقاء في بورسعيد اهو ركز معايا اهو فتح سبرنت وكده وصل ساعه اسواق. الله، نسمع السقفه الحلوه المهنيه قناه الجزيره يا جماعه. اذا هذا فيديو قصير بيوضح فبركه قناه الجزيره للمظاهرات. كيخدموا اجندات معينه باوامر من الحكومه القطريه والامير ديالها اللي كيدعموا الارهاب في مكان، الاخوان، داعش، حماس، وزيد. هاد القناه كدوز اللي بغات وكتزيد عليه في الفخرات، كتحيد منه اللي ما بغاتش، اللي ما كيخدمش المصالح ديال اللي وراها، بحال بين سبورنيت حتى هي اللي من المفروض هي قناه ديال الرياضه ولكن كتدخل في السياسه، ولكن هذه حلقه اخرى. المهم قناه الخنزيره هي الراعي الرسمي للحماس والاخوان. ها انت حبس دابا هاد الفيديو، سير روشيرش ديال يوتيوب وكتب حماس وشوف واش من قناه تلقى الفيديوهات ديالها بالارقام. عمرهم يقولوا شي حاجه اللي كتضر التنظيم، بل اكثر من ذلك ولاو هما القناه الرسميه ديالهم كيصيفطوا لهم فيديوهات ديالهم ضربنا هذه، هرسنا هذه، درنا هذه، باش يدوزوهم الحميده السيكوريتي اللي حل فمو وكيسرط بلا ما يخمم ولا يدقق وما عارفش بلي هاد الناس هما اكبر ولاد انت كتشوف الشمس طالعه وهما كيقول لك بونوي. شحال من مره لقيت الفيديوهات ديالهم في يوتيوب كذوب باينين، بحال مثلا ديك الفيديوهات ديال المعامله الطيبه للاسرى الاسرائيليين عند حماس، ونساو هاد اللي ما خصهمش يأسروهم اصلا. هاد الفيديو دوزوه في القناه ديال اليوتيوب ديالهم. My mom is saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were given the medicine.
هذا الفيديو كما كتشوف هاد السيده كتشكر في المقاومه بين قوسين وكتقول بلي تهلاو فينا وهادو هاد الجزيره محيدين منه اهم جزء، ولكن هيهات اخي حميده سيميثيوس لهم بالمرصاد. انا جبت لكم لابارتي اللي حيدوا من الفيديو. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike with her body, with her legs on one side and her head on another side. That she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her, and that while she was being taken, she was hit by sticks when she fell. داروها في موطور في وضعيه مقوده كيضربوا فيهم بالعصا. فاش وصلوا ديك البلاصه فين كانوا مخبيين وصلتهم التعليمات التاليه: وابو عبيده علاش كضربوهم انت مرض راه هادو هما الورقه الرابحه باش غنتفاوضوا باش غادي نحسنوا الصوره ديالنا ونبانوا فينا الرحمه قدام العالم. خاصكم تعاملوهم مزيان، كلوهم وشربوهم تهلاو فيهم. يلا تقود راه مساليش ليك، عندي مساج ثيرابي دابا. ابو عبيده دار الزيف عاوتاني ومشى عند الاسرى كيوكلهم ويشربهم ويعاود لهم في الحجايات حتى ينعسوا باش فاش يطلقوهم يقولوا باللي طلعوا فينا. المهم هو ان قطر خدامه في نشر الاكاذيب وكتوصل في الموعن عفوا كتوصل في الادمغه ديال البشريه. هذا الموضوع باقي فيه ما يتكرر، غندوي فيه حلقات اخرى. ما تمشيو فين؟ هاني مشيت نشرب الكاس ديال اتاي مع احمد السيكاريتي في الكاريطه ديالو. يلا شافتكم الشوافه، تشاو.